ازيكم؟ فيديو جديد النهارده هيكون فيديو كلام عن ماتش الريال واتليتيكو اللي خلص 3-1 للريال في ربع نهائي كاس الملك. فيلا نبدا. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. نبتدي بالتشكيل. فالريال لعب التشكيل 4-3-3. كورتوا في حراسة المرمى، باك يمين كارفاخال وباك شمال مندي، واثنين قلوب دفاع روديجير وميليتاو، وثلاثة خط وسط كامافينجا وكروز ومودريتش، وفينيسيوس وينج شمال وفالفيردي وينج يمين، وقدام بنزيما. واتلتيكو لعب التشكيل 4-2-3-1. اوبلاك في حراسة المرمى، باك يمين مولينا وباك شمال رينالدو، واثنين قلوب دفاع سافيتش جرموسو، واثنين ارتكاز كوكي وديبول، وعلى اليمين كوريا وعلى الشمال جريزمان وليمار صانع لعب، وقدام موراتا. بالنسبه للغيابات فاتلتيكو يعني ما كانش عندها غير يورينتي بس اللي كان غايب، بس الريال كان عندها 4 غيابات زي مثلا فاسكيز وكارفاخال وتشاوميني وهازارد اصلا اللي من ساعه ما جه وهو في المستشفى. الواحد صعبان عليه هازارد بامانه. الريال الصراحه يعني كان ماسك كوره كويس جدا في اول ربع ساعه في الماتش، يعني ما كانش فيه هجمات كتير بس كان ماسك كوره يعني بشكل كويس جدا. اول هجمه كانت في الدقيقه 9 تقريبا، كانت 1 2 بين بنزيما وفينيسيوس استلم جوه 18، بس رونالدو عمل تاكلينج ممتاز جدا وقطع الكره، يعني استغل فرصه ان فينيسيوس استلم. يعني بصراحه فينيسيوس كان غلطان في الكره دي ان هو استلم، عشان دي كان المفروض شاط على طول. فينيسيوس بصراحه كان عنده مشكله كبيره الماتش ده، ان هو يعني ما كانش بيبص على، يعني ما كانش قاري الملعب كله بمعنى اصح. وهجمه تاني في الدقيقه 12 يعني فينيسيوس كانت معاه الكوره ومودريتش اتحرك ممتاز جدا، بس برضو عشان فينيسيوس ما كانش قاري الملعب فلعبها على الارض، وبرضو رونالدو قطع الكوره. اول ركنيه كانت في الماتش كانت للريال في الدقيقه 14، وكان حرفيا ال 11 لاعب بتوع اتلتيكو كانوا في ال 18 اساسا، عشان سيميوني معودنا على خطه الاتوبيس العطلان اللي هو لعب دفاعي بس بطريقه ممله. وحتى يعني في الموسم اللي فات يعني لعب ماتش واحد بس هجومي كان في دوري الابطال، وكان بامانه احسن ماتش ليه في مسيرته. يعني بجد هو مش يعني عنده حلول كويسه جدا في الهجوم، بس المشكله ان هو يعني بيلعب لعب دفاعي جدا. وحتى لما لعب هجومي اصلا في الماتش ده جاب جون، بس كان برضه جاب موظفين. اول مره اصلا اشوف كورتوا في الماتش ده كانت في 17. كوريا شويه كوره يعني اي حاجه من بره ال 18 وجت سهله في نص الجون، فكورتوا مسكها. واول هجمه بجد بقى لاتلتيكو كانت في الدقيقه 19. كوكي سقط كوره حلوه جدا لمولينا ناحيه اليمين. وبالمناسبه مولينا كان عنده يعني هو باك يمين، بس كان عنده يعني كان ليه ادوار هجوميه كتيره جدا بصراحه في الماتش ده. لعب كره بالعرض لمراتا وحطها، يعني بتبقى النتيجه 1-0 لاتلتيكو مدريد. بعدها اللعب بصراحه يعني كان ميت من الفرقتين، ما كانش فيه هجمات يعني من الفرقتين، يعني 10 دقايق كده ولا حاجه. بعد كده في الدقيقه 30 فينيسيوس راح ناحيه الشمال وكان وراه 3 وقدامه 7، وبلاك كان في الجون. بعد كده اتحسب فاول برضو للريال، يعني عشان كان في حد من الدفاع عمل تدخل على فينيسيوس. وبعد كده توني كروز في الفاول، يعني كان في 8 من اتلتيك جوه ال 18 وشاط كوره كويسه جدا، بس الحمد لله يعني هو كان فاول الريال تمام. بعد كده كروز يعني شاط كوره وكانت على الجون. بعد كده ميليتاو اللي هو برضو من الريال طلعها بره. وانت معانا ولا مع الناس التانيين؟ بعدها خدت بالي ان اتلتيكو مدريد يعني كان بيلعب على الكور العاليه والعرضيات، وبعد كده يعني ايه زي ما تيجي. يعني مثلا كان في كوره لليمار ناحيه الشمال وكان عايز يلعبها لمراتا جوه ال 18، بس زودت وطلعت بره. بعدها اتلتيكو مدريد كانت ماسكه الكوره بشكل كويس جدا، بس كان برضه من غير هجمات. وفي الدقيقه 44 خرج مني عشان اتصاب ونزل سيبايوس. وفي الدقيقه 47 يعني كان برضه ناتشو عايز يلعب عرضيه بنزيما جوه ال 18، بس برضه يعني تولت وطلعت بره زي الكوره اللي فاتت بالظبط. وفي الدقيقة 48 ميريتاو عمل تدخل قوي شوية مع موراتا، وفضل واقع كتير لحد ما الكرة طلعت. بعد كده الطاقم الطبي دخل ويعني بس قام وكمل عادي. بعدها الريال كان ماسك الكورة بشكل كويس جدا، يعني بس الصراحة الكرة زعلتني قوي. كانت في الدقيقة 53 تقريبا سيبايوس اللي لعبها ناحية اليمين، لعبها جوه ال 18 بس عدت من فينيسيوس وبنزيما وفالفيردي وضاعت في الآخر. بعدها على طول في الدقيقة 55 يعني كان في 1 2 يعني حلو جدا بين مودريتش وفالفيردي شاط كوره قويه جدا بس طلع بره خالص. وعامه يعني فالفيردي يعني بيعاني بصراحه شويه في الفتره دي من التهديف. بعدها الريال فضل ضاغط، وفي الدقيقه 57 كان في كوره 3-على-3. مودريتش لعب كوره حلوه قوي لفينيسيوس جوه 18، بس كانت الزاويه ضيقه فاضطر ان هو يرجع لبنزيما وشاط كوره حلوه جدا، بس اوبلاك صدها. ويعني فينيسيوس لو كان شاط كانت هتيجي بامانه، بس هو يعني لازم يتفزلك، عايز ان هو يلم الحارس ويديها كالعاده. وفي الدقيقه 61 فينيسيوس راح ناحيه الشمال
بس هرموس يعني دخل عليه بظهره وخد انذار. وفي الدقيقه 63 خرج موراتا ونزل فيتسل. وفي الدقيقه 64 فالفيردي راح ناحيه اليمين ولعب كرة بيعرض لبنزيما جوه ال 18 بس برضه عدت من قدامه وضاعت في الاخر. وبصراحه يعني بنزيما كان في الماتش ده يعني ضيع كور كتير جدا. بعدها الفرقتين يعني ابتدوا يعملوا هجمات يعني عشوائيه يعني مش منظمه قوي وبالذات الريال. في الدقيقه 68 بنزيما شاط كوره حلوه قوي جوه ال 18 بس خبطت في سافيتش. بعد كده لعبها لاخر كوريا يعني وكان رايح بهجمه مرتده وعدى من 4 تقريبا بس بعد كده سيبايوس عمل عليه تدخل وخد انذار وخرج فالفيردي ونزل مكانه رودريجو. وعامه يعني فالفيردي كان وينج يمين بس رودريجو لما نزل كان في كل حته في الهجوم يعني كان مهاجم واحد بمعنى صح. بعدها حسيت ان الاتليتيكو يعني غير طريقه اللعب يعني بدل ما كان بيلعب على الكور العاليه والعرضيات بقى بيلعب اكتر على المرتدات. والريال كان ضغط جدا بس اتلتيكو عملت مرتده وجريزمان عمل 1-2 مع كوريا. بعد كده جريزمان راح انفراد بس جريزمان عشان بطيء شويه فاضطر ان هو يستنى. بعد كده لعبها لديبول وطلعها روديجير بس بعد كده وصلت لجريزمان تاني. بعد كده يعني ميليتاو تقريبا اللي عمل عليه تدخل وبعد كده اتحسب فاول في مكان كويس جدا لاتلتيكو مدريد. وجريزمان شاط كوره برده قويه جدا يعني كانت عكس متوقع بالنسبه لكورتوا بس عمل رده فعل ممتازه وشالها في الاخر. ونزل اسينسيو مكان كروز وكراسكو مكان ليمار. وديباي الصفقه الجديده اللي لسه جايه من برشلونه مكان كوريا. وبصراحه كوريا عمل ماتش كويس جدا ولحد الدقيقه 76 كان الاستحواذ 61% للريال و39% بس لاتلتيكو مدريد يعني. وده اللي واضح ان الريال يعني كان في الشوط الثاني بالذات ماسك الكوره بشكل كويس جدا يعني هو كان يعني كان من غير هجمات بصراحه بس كان ماسك الكوره بشكل كويس جدا. واحلى هجمه شفتها للريال في حياتي كانت في الدقيقه 78 مودريتش لاعب كوره لرودريجو وعدى من الاول والثاني والثالث والرابع وحطها لأوبلاك ويعدل النتيجة وتبقى 1-1. وفي الدقيقة 83 خرج ديبول ونزل ساول. وفي الدقيقة 85 يعني كان في يعني لخبطة كده حصلت لأتلتيكو مدريد والكرة وصلت لجريزمان هو والجون بس وضيعها بطريقة غريبة جدا يعني طلعت بره خالص. وكان يعني كان في ناس بتقول ان هي اوفسايد وناس بتقول لا بس هي صراحة كانت بالنسبة لي اوفسايد يعني بس عامة هي ضاعت في الآخر. واخر هجمة في الوقت الأصلي كان في الدقيقة 91 جريزمان لعب كرة ديباي ناحية الشمال وحطها بصراحة كويس جدا بس كورتوا صدها يعني. هو بصراحة كان ماتش يعني تعبان بيلعب ميت اللي هو يعني الريال كانت يعني في الشوط الثاني ابتدت تمسك كورة او كل حاجة بس كانت من غير خطورة خالص يعني شاطت 12 كورة من ضمنهم 5 بس اللي على الجون. واتلتيكو طبعا باللعب الدفاعي بتاع سيميوني ده اللي انا بصراحة يعني لحد دلوقتي مش فاهم هو يعني بيستفاد ايه من الدفاع يعني. هو عنده دفاع كويس وكل حاجة بس على فكرة برضه عنده يعني هجوم كويس جدا ولما بيهاجم على فكرة بيجيب يعني كان في يعني كذا كوره خطر جدا بصراحه اتلتيكو في الماتش ده يعني. بس لما بيهاجم المشكله ان سيميوني دايما بيدافع يعني مثلا وفي اي كوره للريال عامه بيبقى يعني الفرقه كلها اصلا تبقى في ال 18 يعني. فبصراحه يعني كان ماتش يعني ممل بسرعه شويه في الاول. برده كان في اوقات كتير كان ميليتاو بيطلع يعمل ادوار هجوميه مع بنزيما وكان برده بنزيما بيعمل 1-2 كتير جدا مع فينيسيوس بس برضو يعني ما حسيتش ان الريال اللي هو ان ليها تاثير هجومي قوي. وبرضو مولينا كان ليه ادوار هجوميه كتير جدا في الماتش ده ورينالدو كان حرفيا صخره في الدفاع. ده كده بالنسبه للوقت الاصلي. وفي الشوط الاول الاضافي كان الريال اخطر بكتير جدا هجوميا ولاعيبه الريال كانت بتعتمد اكتر على الافكار الفرديه يعني. مثلا في الدقيقه 94 فينيسيوس راح ناحيه الشمال وعدى من سافيتش بشكل رهيب بس كان لوحده ودفاع الاتلتيكو كان يعني منتشر بشكل كويس جدا فمعرفش يكمل واضطر انه يشوط وبعد كده طلعت ركنيه وضاعت في الاخر. وفي الدقيقه 96 فينيسيوس راح ناحيه الشمال وسافيتش عمل عليه تدخل قوي شويه بعدها حصل بينهم خناقه وهما الاثنين خدوا انذارات. وفي الدقيقه 99 يعني نفس الهجمه بالظبط برضو كامافينجا راح في نفس الناحيه اللي كان عندها فينيسيوس ناحيه الشمال برضو وسافيتش عمل عليه نفس التدخل واصلا كان معاه انذار فخد طرد يعني نفس الهجمه كوبي بيست بس بدل فينيسيوس كامافينجا بس كده. بس بصراحه يعني حسيت ان دي تعليمات من سيميوني لسافيتش ان هو يعني يعمل تدخلات قويه شويه او حاجه يعني. برضو ما اعرفش ليه يعني بس حتى لما اتطرد كان ردة فعل عاديه بس ده برضو اثر عليه بقيه الماتش عشان سافيتش يعني برضو يعني مش حد قليل برضو يعني سافيتش تقيل. في الدقيقه 100 فينيسيوس لعب كوره جوه 18 لروديجير وحطها بدماغه بس جه جنب الجون بشويه. في الدقيقه 104 ناتشو سند لاسينسيو ناحيه اليمين بعد كده لعب كوره بالعرض ورودريجو وفينيسيوس فوتوها وحطها بنزيما وتبقى نتيجه 2-1 للريال ويعمل ريمونتادا. الواحد كان مشتاق لشخصيه البطل قوي. وفي الشوط الاضافي الثاني اتلتيكو كانت ضغطه جدا وان لعب كله في نص ملعب الريال. وفي الدقيقه 109 اتحسبت ركنيه لاتلتيكو مدريد وحصل كده لخبطه بعد كده وصلت لديباي بس ما كانش على عدلته
وحطها ضعيفه جدا ومسكها كورتوا. وفي الدقيقه 114 خرج ناتشو ونزل اودريوزولا، وخرج رودريجو ونزل مارتن. اللي هو تحس كده ان رودريجو يعني نزل اللي هو انا جاي احط الجون بتاع فان بحاجه واطلع على طول. واخر كوره في الماتش كانت في الدقيقه 122. سيبايوس قطع الكوره، بعد كده لعبها لفينيسيوس وفتح كده سبرنت اللي هو انكر ميسي بجد، راح من نص الملعب ناحيه الشمال لحد 18، يعني كانت ناحيه اليمين شويه، وحطها وتبقى النتيجه 3-1 ويقتل الماتش على كده. وبكده الريال يضمن تاهله لنص نهائي كاس الملك. وبكده الاربع فرق اللي وصلوا لنص نهائي كاس الملك هما الريال وبرشلونه وأوساسونا بعد ما كسبت اشبيليا، يعني بصراحه ما اعرفش ازاي بس هي عدت يعني، وبالباو. وده كان فيديو النهارده، معلش بس كان طويل شويه. لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد، وبس كده.